السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على كل اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند الفراخ البيضاء، والنهارده عمر الفراخ 16 يوم. نزلت لكم الوزن امبارح بالعمر ال 15 يوم، وزنت لكم الوزن بتاع ال 15 يوم، وكان الوزن بسم الله ما شاء الله ممتاز جدا. النهارده عمر 16 يوم. بس الاول نشوف الفضلات اللي هي حمام الفراخ الاول. عايزاكم ولا تخشي اول حاجه تشوفيها تاكدي على الحمام. اول حاجه تشوفيها تاكدي على الحمام. الحمام كده لو قدامك زي ما انا بوريهولك كده يبقى كده الطبيعي. الحمام زي ما انا بوريهولك كده الطبيعي اهو يا جماعه. الطبيعي ده الحمام، دي الطبيعي بتاع الفراخ اهو. لو قدامك الحمام كده اعرفي ان كده الفراخ بسم الله ما شاء الله كويسه، ما فيهاش اي حاجه. برضو اللمه التانيه كده اهو، جزاكم الله. طبعا حمام اهو على قد ما بقدر بشوف اي حمام في اي مكان بنعدي يا جماعه اهو بنوريه لكم. ليه كده حطيت عليه النشاره؟ ليه كده يا مؤذيه؟ اهو يا جماعه بصوا اعزكم الله. طبعا الحمام اهو دي الطبيعي بتاع الفراخ، الطبيعي اللي احنا متعودين بنشوفه بتاع الفراخ. احنا كده في اي لون، في اي حاجه متغيره هنقول يا جماعه. في اي لون متغير بنقول، في عطسه، في خنفره، في طمشه، في اسهالات، اي لون في اي لون في الاسهالات، في كساح لا قدر الله، في اي حاجه لا قدر الله بنقول وبنعالج وبنطلع نقول احنا بنعمل ايه. ممكن يكون اي حد من اللي بيتابعني عنده مشكله من المشاكل اللي انا بقولها دي، يقدر ان هو يتصرف. الحصيله المنفوخه يا جماعه نزلت لكم الفيديو، بتبقى سموم في العلف. الحصيله يا جماعه اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد المنفوخه بتبقى يا جماعه سموم في العلف. فلو لقيت الحصاله بتاعت الفرخه منفوخه كده، دي سموم بتبقى في العلف، دي سموم بتبقى في العلف. فانت حطي معلقه اللهم صل على سيدنا محمد فلفل اسمر على العلف ومضاد سموم يا جماعه، اي نوع بقى مضاد سموم على الميه، اي نوع مضاد سموم على الميه من 5 سم العمر يوم ل 20 يوم. تحطوا 5 سم خل او مضاد سموم، حاجه من الاثنين دي، من الاثنين دول. ومن عمر 20 يوم لو الفراخ عندها 20 يوم لغايه مثلا الذبح بيبقى بتحط 10 سم. فهمتوني؟ فدي يا جماعه بتبقى اسم الحصاله المنفوخه دي بتبقى سموم في العلف، وبيبقى قله هضم. الفرخ بياكل ما بيهضمش، الفرخ بياكل ما بيهضمش. فالحاجات دي كلها لو لحقتيها في الاول كده خلاص. حلاوتك بقى او حلاوه تربيه الفراخ البيضاء دي بالذات عشان هي ما عندهاش مناعه، لو انت لحقتيها في الاول في اي مشكله من المشاكل اللي انا بقول عليها دي، سواء اسهالات، سواء برد، سواء مثلا حصاله منفوخه، سواء كساح، سواء اي حاجه يا جماعه، لو انتوا لحقتوا الحاجه دي مثلا في الاول وعالجتوها باعشاب او خلطات، صدقوني هتعدوا اي مشاكل. لكن الناس اللي بتكسل وتلاقي فرخ بيعطس كبرت دماغها، فرخ عمل اسهال او حمام غريب، اي لون بقى من الالوان اللي احنا بنقولها كذا مره، اخضر، ابيض، احمر، بني، مكبره دماغها، دي بيجيب دي بيجيب دي بيجيب دي. لكن انت لو لقيتي مثلا لون حمام متغير ولحقتي الفراخ كلها، عالجتي كله، تعبان في سليم، هتلحقي فراخ. في طنشه، في خنفره. الناس بقى اللي بيكلموني بيقولوا لي يا ام مصطفى الفراخ عندها برد واحنا بندي التحصينه. طب ماشي يا جماعه، ما هو انتوا كده مش متابعيني، لان انا قلت كذا مره لو الفراخ جالها برد وانت بتدي التحصينه، الناس بتقول لي نوقف التحصينه. لا طبعا ما توقفيش التحصينه، التحصينه مهمه، التحصينه اهم من البرد. لان في التحصينات اللي بتيجي اليومين دول اصلا بتبقى فيها كوكسيديا وكوليستيريديا وبرد ومضادات حيويه وحاجات من دي. يعني انا التحصينه بتاع ال 12 يوم انا قلت لكم على 3 اكياس منهم كوكسيديا وكوليستيريديا وللبرد، فهي بتبقى اهم من اي حاجه. فانت ما توقفيش التحصينه، بس انت المفروض تعملي ايه بقى؟ انت هتحطي التحصينه على الميه مالناش علاقه. هتقومي بقى انت عامله ايه بقى عشان تضربي عصفورين بحجر؟ منك حطيتي التحصينه ما وقفتهاش في ميعادها، ومنك عالجتي على العلف. طبعا التحصينه بتتحط على الميه. هتقومي انت جايه مثلا جايبه توم وهتقولي لي الفراخ مثلا عمر يوم وجالها برد، او عمر يومين وجالها برد، عادي. احنا المفروض نحط حاجات من اللي هي ايه الخفيفه من عند العطار، زي التوم باودر، بصل باودر. ده مش هيحوق مع الفراخ، الحاجات دي حاجات بسيطه كده مش هتحوق. اللي يحوق مع الفراخ الفريش،
توم وبصل وليمون فريش، بس احنا بنقلل الكميه خالص. يعني مثلا تجيبي فصين توم، لو فراخك صغيره فصين توم على ليمونه واحده على بصلايه صغيره خالص، اصغر بصلايه عندك صغيره جدا، وتحطهم في كبه وتحطي عليهم قد 5 سم خل وتضربيهم في الكبه وتشيلوهم كلهم كده اهو، تحطوهم قلبوهم على العلف. دي مش كفيله للبرد، 3 مرات كل يوم مره. والتحصينه بتاعتك بتحطيها ملناش علاقه بيها، والتحصينه بتاعتك بتحطيها ملناش علاقه بيها. الكلام ده لو انت لحقتي بقى الموضوع في اوله، يعني هتحطي تحصينتك ونفس الوقت هتعالجي من البرد على العلف. توم وبصل وليمون ممتازين جدا وكافيين جدا يا جماعه للبرد، بس الكلام ده لو انت لحقتي حاجتك في اولها. باكد تاني وتالت ورابع وعاشر، لو انت لحقتي حاجتك في اولها. لكن لما تأهملي في فرخ عطس وفرخة مثلا غنفر او جاله طنشه وكبرت دماغك واستنيتي بقى لما تلاقيها لقيتي مزيكة حسب الله في المكان كله، اللي بيعطس واللي طنشه واللي خنفره كده، انت هتحطي ايه؟ مش هيحوق الا لما تجيبي بقى مضاد حيوي يا عالم يخف ولا ما يخفوش كمان. الاهمال يا جماعه هو المشكله عندنا، الاهمال هو المشكله اللي بتبقى عندنا في فراخنا، ان احنا اصلا بنبقى مهملين. لان المفروض انت تظبطي تهويه وتدفئه مع بعض عشان تظبطي. هي المشكله كلها في التهويه والتدفئه، يعني اي حاجه تانية مقدور عليها. طول ما انت ظبطتي الحاجتين دول، طبعا الفرشه المفروض تبقى نظيفه على طول. طول ما انت ظبطتي الحاجتين دول الدوره بتاعتك هتعدي بسلام. التهويه والتدفئه لازم الاثنين دول يبقوا بصوا بقى مظبوطين جدا جدا جدا، لان هي تربيه الفراخ البيضاء متوقفه على الحاجتين دول. التهويه من لما والتدفئه من لما، تهويتي ودفيتي في نفس الوقت وظبطتي المكان كده خلاص. الفرشه هتنضفي مقدور عليها بقى، تعملي حاجات وقايه مقدور عليها، بس اهم حاجه الحاجتين دول، ظبطي التهويه وظبطي التدفئه. ماشي؟ سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. وتعالوا بقى نعمل ايه؟ هنشيل العلافات ونشيل السقايه وهنظبط المكان الاول كده بدير وبنشاره، وان شاء الله بامر الله احنا جهزنا المكان ونزلت لكم الفيديو امبارح، والنهارده مثلا الفيديو ده نازل لكم السبت اهو. يعني ان شاء الله بامر الله يوم الاثنين كده هكون بنقل الفراخ، يوم الاثنين الجاي بامر الله هكون بنقل الفراخ. انا مش مستعجله يا جماعه، انا مش مستعجله، الدنيا رايقه والفراخ بسم الله ما شاء الله متفرده كل حاجه في مكان، مفيش حاجه ملمومه على بعض. ما عنديش الحمد لله فراخ مريشه بدري او مقفله ريش، الفراخ كلها بالصلاه على النبي ووريها لكم امبارح عريانه اهي. فرخ العريان ده يعني عايزه اقول لكم بيشيل الوزن بسم الله ما شاء الله اهي، لاني انا مظبطه التهويه والتدفئه من فضل ربنا يعني. ماشي؟ فاحنا ان شاء الله على يوم الاثنين كده ننقل في الحر، يعني الظهر بعد الظهر كده ان شاء الله اصلي الظهر واطلع انقل الفراخ الظهر. يبقى الايه؟ يبقى الوقت كويس ويبقى في شمس. وبعدين زي ما انتم شايفين شفتوا الصندوق ده اهو وشفتوا الغطا بتاعه اهو، انا محلقه بيه اهو. هغطي الفراخ خالص، هحطها في الصندوق واغطيها بالغطا. مفيش يعني بيني وبين الاوضه الثانيه ما يجيش 5 متر، ما يجيش 3 4 متر، خطوتين هجري بيهم واخش على جوه. بس لازم انا اكفنهم، هحولهم على مرتين كل 25 فرخ في الصندوق ده. هقفله واغطيه كمان بكبرت عبال ما اخش لغايه جوه. هحولهم على مرتين، الصندوق بسم الله ما شاء الله واسع. فحتى نقل الفراخ مش عايز يعني مش عايز غشم، عايز برضو بالراحه. مدفيه المكان من امبارح، من ساعه ما نزلت لكم الفيديو قسما بالله ما طفيت اللمبه. لمبه مين ده؟ 3 لمبات ايدي عشان يدفوا الاوضه. معلش يا جماعه هو لازم في تكلفه كهرباء ونشاره وفرشه وتعبك بس هتاكلي حاجه من تحت ايدك نظيفه انت ضمناها بعد قدام ربنا، انت ضمناها، انت اللي مربياها وانت اللي مؤسساها وعارفه واكله ايه وشاربه ايه. فرخ انكش هتذبحيه وترميه، فرخ تعب هترميه. ما تضمنيش اللي بتروحي تجيبيها من بره متقطعه كل حاجه في يمه، الاجزاء في يمه واللي وراك في يمه والدبابيس في يمه واللي جناحه في يمه واللي وراك في يمه واللي بتاع دي اسمه ايه اللي بانيه في يمه. ما تضمنيش دي متقطعه ملحوقه تعبانه عيانه. فانت ما تربي حاجه على ايدك عارفه مصدرها ايه ومربيها ازاي. تكلفه الكهرباء يعني انا بقالي يومين قايده الكهرباء تكلفه عليا، بس انا عايزه حاجه نظيفه. ودي دوره رمضان، ربنا يسترها علينا وعليكم ويدخل علينا رمضان لا فقدنا ولا مفقودين يا رب. فاحنا يعني لازم نهتم، هي تكلفه وكل حاجه بتتكلف، بس هنعمل ايه غير العلف وغير كل حاجه، بس هنعمل ايه؟ بس حاجه ببيتك. المهم صلوا بالله، سموا بالله وصلوا على رسول الله. وتعالوا بقى نشيل بقى كل ده ونعقم المكان ونرجع لكم تاني. عايزه اقول لكم بصوا اعزكم الله، المكان اصلا لو انتوا دققتوا هي المشكله ان اللمبات معاكسه عجينه
انا لما بعمل معاكم المكان بيبقى المكان اصلا كله يا جماعه وحش، مش هو ما بيبانش قدامكم، ما بيبانش. فاحنا هنعقم المكان وننضفه ونرجع لكم تاني. بصوا بقى، اللهم صل على النبي، ظبطنا المكان خليناه زي الفل، ومليت العلافات على الاخر، لان انا بصور معاكم بالليل، والليل الشتاء طويل، بيطلع عليا النهار، اطلع له ما الاقيش لا حبايه علف، او ممكن الاقي ميه بسيط خالص كمان، يعني ساعات ما بلاقيش الميه كمان. يعني انا حاطه دلوقتي على الميه ايه بقى للامانه، حاطه اللهم صل على سيدنا محمد عسل وخل. بصوا الفضلات لسه حالا تانية بعد ما نضفنا، الطبيعي اهو، اعزكم الله. طبعا حاطه عسل وخل، وطبعا العلف ما حطيتش عليه حاجه، بس ماليه العلفتين على الاخر، على الاخر، لان زي ما قلنا يا جماعه ليل الشتاء طويل، والفراخ بتسحب في العلف عشان الاكل بيدفي الفرخ. الشتاء غير الصيف، الشتاء الفراخ بتسحب في العلف واكتر من الميه، الصيف العكس بيشربوا ميه اكتر ما بياكلوا. عشان كده بنقول تربيه الشتاء كويسه، ان اي طيور او اي فراخ بيضاء او اي حاجه بتقنيها عندك بتشيل وزن، لان الحاجه بتاكل اكتر ما بتشرب ميه في الشتاء. اللهم صل على سيدنا محمد. خلينا المكان فله شمعه منوره اهو، ما خدش مننا حاجه، بس نضفنا يا جماعه، نبيت الفراخ على نظافه، والصبح اول ما بيطلع النهار زي اللي بنعمله بالليل بنعمله بالنهار. يعني عايزه اقول لكم انا ما شلتش حاجه لسه خالص، انا بزود طبقه جير وطبقه تبن، طبقه جير وطبقه نشاره. عندك تبن عندك نشاره، المتوفر عندك حطيه. بزود طبقه جير وطبقه نشاره، طبقه جير وطبقه نشاره. ما شلتش حاجه خالص. ان شاء الله لما انقلهم بقى الاوضه الثانيه هنشيل وننضف ونعقم، وهوريكم برضو ان الحاجه سواء ارضيات بلاستيك سواء اي ارض تبن نشاره، ولا دوده ولا صوصه، لان الجو حر يا جماعه، الجو مش حر يا جماعه، الجو شتاء. الصوص والدود والحاجات دي بتتراكم في الصيف، لكن الجو شتاء ما بتلاقيش الكلام ده خالص. وكل ما اما بتزودوا الفرش او كل يوم مره ولا مرتين في اليوم زي ما انا بعمل، كل ما بتحافظي على الفرخ، الرطوبه بتاع السقف يعني بتبقى بعيده عن رجل الفرخ. اللهم صل على النبي. الفراخ رغم ان كان عندها علف وعندها ميه، الفراخ بتاعتنا بالصلاه على النبي كل حاجه في مكان لوحدها بعيد عن الثانيه اهي، دي يدل ان التهويه كويسه والتدفئه كويسه، والفراخ اللهم صل على سيدنا محمد بتاكل اهي. يلا حبايبي، ده الفيديو بتاعنا كان النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم ونرضاكم وقدرت اقدم لكم حاجه تستفادوا منها واكون عند حسن ظنكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو يحط لنا اللايك فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش عندنا في القناه يشترك، ويبقى جزاك الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.